لو لسه ما عملتيش تسالي العيد وما فيش وقت وخلاص العيد النهارده، يلا تعالي اعمليها بسرعة جدًا، مش هياخد منِّك أكتر من نُص ساعة. هتعملي الترمس وهتفرحي ولادِك، وكمان هنعمله ملون عشان الولاد تفرح. كل سنة وأنتم طيبين. أول حاجة أنا جبت هنا الترمس وطبعًا نقيته عشان لو في واحدة مكسورة أو مش كويسة باشيلها، وجبت هنا حوالي رتل من المَيّة المغلية وحطيت فيه الترمس، وهاسيبه هنا بقى لمدة ساعتين. هتحسي كده إن الترمس ابتدى إن هو يكبر وحجمه يتضاعف، وهو ده اللي أنا عايزاه بالضبط. بعد كده هاخده تحت الحنفية وهاشطفه كويس جدًا 3، 4 شطفات كده لحد ما ينزّل مَيّة بيضا ويكون صافي خالص. بعد كده جبت مَيّة مغلية على النار وحطيت فيها الترمس وهاسيبه بقى إن هو يغلي، وفي الفترة ديّة هاوطّي عليه النار خالص، وهو ده السر اللي هيخلّي معاكِ الترمس يستوي بسرعة جدًا ومش هياخد منِّك أي وقت خالص. وهاحط بقى هنا المعلقة السحرية اللي هي أساس الترمس معايا، هي معلقة سكر صغيرة هتحطيها وهتغطي بقى الترمس وهتسيبيه على نار بسيطة جدًا، يعني كده على الشُعلة. هتغطيه وتسيبيه، هيقعد معاكِ هنا حوالي ساعة وهيطلع بقى زي ما أنتِ شايفة كده. بُصّي ما فيش أسرع منه. الترمس هنا بقى لونه بقى كده مصفر، وهتلاقي المَيّة حتى اللي بتنزل منه بقت لونها كده أصفر صافي، يعني معنى كده إن هي استوى كويس جدًا. والترمساية مجرد ما بتضغطي عليها ما شاء الله كده بتلاقيها مستوية. طبعًا أنتِ درجة السوا بتكون ما أنتِ حسب ما أنتِ عايزة، يعني أنا باحبه يكون فيه تَكّة كده بسيطة، لو عايزاه أكتر من كده بتسيبيه على النار تاني. بس كده ما كنتش لسه حليته. آخر حاجة باعملها إن أنا باحط بقى الملح بتاعه، حطيت حوالي معلقتين كبار دوّبتهم في مَيّة نضيفة. المهم جدًا إن المَيّة تكون نضيفة، يعني هارمي المَيّة بتاعة السلق بتاعة الترمس وهاحط مَيّة تانية جديدة من الفلتر، وهاجيب بقى هنا البرطمان أو العلبة اللي أنتِ هتقدّمي فيها الترمس، وهنحط فيها كده خلطة بهارات هتخلّيني ما شاء الله تحفة. ملح وكمان شطة وحطيت كمون، بس كده. باحط كمان بابريكا لو حابة، لو عندِك بابريكا حطي. بجد ال4 بهارات دول هيفرقوا معاكِ جدًا وهيخلّوا الطعم بتاعه حلو، يعني أكنه بالضبط تاكلي كده حمص الشام. هاحط هنا على قد ما إحنا هناكل بس، على قد ما أنتِ هتقدّمي، يعني مثلًا يقعد معاكِ يوم أو 2، مش هاحط في كل الكمية البهارات. وهاقلّبهم، حطيت بقى شوية مَيّة معاهم وكمان شريحتين كده من الليمون، وهاسيب بقى كده الخلطة دي اللي حابب بيغرف منها. وأهم شيء إن أنتِ لمّا تيجي تغرفي من الترمس بتحطي كده بمعلقة نضيفة عشان ما يعملش معاكِ ريم. هنحتفظ بقى ببقية الكمية في علبة كبيرة، ولمّا كل ما نيجي نحب ناكل منه هنحط فيه التوابل دي، هتخلّي طعمها حلو جدًا. بعد كده لوّنت بقى شوية كده من الترمس، حطيت الألوان اللي هي الأخضر والأحمر، والألوان دي ألوان طبيعية بتجيبيها من أي سوبر ماركت أو من أي عطار. وحطيت فيها كده شوية ترمس عشان الولاد يفرحوا ويحبوا الألوان. وبس كده، هي دي كانت طريقتي في تسالي العيد، يا رب تكون عجبتكم. لو عجبتكم الطريقة دوسوا لي لايك واكتبوا لي تعليق واستنوني فيديو تاني إن شاء الله.